في الفيديو ده هنشوف قصة غريبة جدا لبنجامين الطفل العجوز. هو طفل وعجوز في نفس الوقت، في طفرة ما بتحصلش كتير في العالم. بيتولد وهو عنده حوالي 90 سنة، والغريب بقى إن كل ما بيكبر في السن بيصغر في الشكل، والسبب في ده حاجة عمرك ما تقدر تتوقعها. صلي على النبي في الكومنتات تحت واعمل لايك للفيديو، وعشان تتابع كل فيديوهاتنا الجاية ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك، ويلا ننطلق. فيلم The Curious Case of Benjamin Button. أحب أعرفك يا صاحبي بالست العجوزة دي، واللي كانت عايشة آخر أيامها في أوضة في مستشفى. بنتها كارولين ما كانتش بتسيبها لحظة، قاعدة جنبها على طول. وبالرغم إن الجو كان وحش وفيه إعصار جاي، كارولين ما كانتش شايفة غير أمها. كل همها كانت حالتها، عارفة إن النهاية قربت، وكانت بتحاول تعمل أي حاجة تخلي أيامها الأخيرة أهدى وأسهل. وفي يوم الست العجوزة بدأت تحكي لها حكاية عن ساعة عقاربها بتمشي بالعكس. القصة دي حصلت أيام الحرب العالمية الأولى. كان في ساعاتي أعمى هو ومراته، وكان عندهم ولد وحيد راح يحارب في الحرب. وبعد فترة جالهم خبر إن ابنهم مات، وجات جثته في تابوت ودفنوه وقلبهم اتكسر. لكن الساعاتي كمل شغله على ساعة كانت هتتعمل مخصوص عشان تتحط في محطة القطر، بس موت ابنه كسره لدرجة إنه عمل ساعة غريبة جدا. ولما جت لحظة افتتاح الساعة الناس اكتشفوا إنها بتمشي بالعكس. الساعاتي قال إن كده ممكن يرجع الزمن ويرجع العساكر اللي ماتوا في الحرب عشان يرجعوا بيوتهم ويعيشوا حياتهم الطبيعية، ومن ضمنهم ابنه. بعد كده الساعاتي اختفى. ناس قالوا إنه ركب مركب واختفى في البحر، وناس تانية قالت إنه مات من كتر الحزن. فجأة الست العجوزة طلبت طلب غريب، قالت لكارولين تفتح شنطتها وتطلع دفتر مذكرات قديم. طلعت دفتر مكتوب بخط إيد، ولما كارولين بدأت تقرأه اكتشفت إنه بتاع بنجامين باتون، وكان كاتب فيه حكايته العجيبة. تعالى يا صاحبي نعرفها مع بعض. بيقول اسمي بنجامين باتون. اتولد في ليلة الاحتفال بنهاية الحرب. الدنيا كلها كانت فرحانة. أبوه جري على مراته عشان يشوف البيبي، لكن مراته كانت بتموت وهي بتولد، وقبل ما تموت وصته يربي ابنهم كويس. لكن أول ما قرب من البيبي ورفع الغطا لقى وشه مجعد ومخيف زي وش راجل عجوز جدا. خاف وبقى يصرخ وخد البيبي وطلع يجري. كان ناوي يرميه في البحر، بس فجأة طلع له ضابط شرطة وبدأ يجري وراه. وهو بيهرب لقى نفسه قدام دار مسنين. حط البيبي على السلم وحط شوية فلوس معاه ومشي. بعدها خرجت واحدة اسمها كويني من الدار، كانت شغالة هناك ومعاها خطيبها. لما شافت البيبي ما قدرتش تسيبه، خصوصا انها ما بتخلفش، وقررت تربيه كأنه ابنها وسمته بنجامين. وقالت للناس انه ابن اختها. جابت له دكتور، والدكتور قال ان الولد عنده حالة نادرة بيكبر قبل اوانه، يعني من اول لحظة اتولد فيها كان عنده امراض وحالة جسمانية زي راجل عنده 90 سنة. والدكتور قال لها انه غالبا مش هيعيش كتير. كل الناس قالوا لها توديه مركز خاص، بس هي رفضت وقالت هتربيه وتعتني بيه لحد اخر لحظة. بنجامين عاش في دار المسنين، وكان كل العجايز متعودين على شكله وما بيزعلوش منه، رغم انه كان عنده 3 سنين بس، وكان قاعد على كرسي بعجل وشكله زي راجل عجوز صغير. الدكتور كان غلط، وبنجامين ما ماتش وفضل عايش، بس ما كانش بيعرف يمشي لوحده، فكان بيتحرك على كرسي بعجل. كل سبت كويني كانت تاخده الكنيسة وبتدعي ان ربنا يرزقها بطفل، وان بنجامين يقدر يمشي. في مرة القسيس عمل مشهد كبير قدام الناس وبدأ يصرخ ويدعي، وكان عامل عرض كده. فجأة بنجامين فعلا وقف وبدأ يمشي. الناس فرحت، بس القسيس وقع على الأرض ومات. ومن ساعتها بنجامين اللي عنده 7 سنين بدأ يمشي بعكازين. الحياة في الدار فضلت ماشية، ناس ماتت وناس جديدة جت. بنجامين كان بيقابل ناس غريبة وعجيبة، وكل واحد كان بيعلمه حاجة جديدة. في يوم من الأيام بنجامين اتعرف على راجل قصير كده وكلامه كتير اسمه أوتي. كان بيجي من قبيلة صغيرة وعنده طاقة مش طبيعية. أخد بنجامين ووراه الدنيا اللي بره دار المسنين واشترى له بيرة. أوتي كان بيحب السفر، وكان دايما بيحكي مغامراته بصوت عالي وحماس، وده خلى بنجامين يتحمس هو كمان ويبدأ يحلم إنه يشوف العالم. بعد كده أوتي سابه لوحده في شارع غريب، بس بنجامين قدر يرجع لوحده على بيته آخر اليوم. كانت أول مرة يواجه الدنيا، ورجع تعبان بس فرحان، وكتب في مذكراته ده كان أحلى يوم في حياتي. ونرجع للوقت الحالي. في نشرات الأخبار بيقولوا إن الإعصار جاي وهيكون قوي، الممرضات بقوا قلقانين والجو بيزيد سوء. بس أم كارولين رغم كل ده قالت لها تكمل قراية الدفتر. وفي يوم عيد الشكر سنة 1930 بنجامين شاف أبوه لأول مرة من غير ما يعرف إن ده أبوه. الراجل كان بيبص عليه من بعيد، وكل الناس فاكرين إن بنجامين ده راجل عجوز مش طفل صغير. وفي نفس الوقت بنجامين اتقابل مع ديزي، كانت بنت شيك كده، عينيها زرقاء ودمها خفيف.
بقوا أصحاب بسرعة وكانوا بيقضوا وقت لطيف مع بعض رغم إنهم كانوا في نفس السن تقريبا، بس الناس شايفينهم بنت مراهقة مع راجل كبير أصلع لابس نظارة، فابتدوا يهمسوا ويقولوا كلام ملوش لازمة. بس ديزي وبنجامين كانوا فاهمين بعض كويس جدا وحاسين بانجذاب نضيف بينهم وبيحكوا أسرارهم لبعض. لكن الصدمة هنا كانت عند كارولين، لأنها وهي بتقرأ فهمت إن أمها المريضة دي هي نفسها ديزي الصغيرة اللي بنجامين كتب عنها. بعد كده الوقت بيعدي وكويني أخيرا ربنا استجاب لدعائها وخلفت بنت. بنجامين بدأ يعتمد على نفسه أكتر وبدأ يتعامل مع الناس، وواحدة ست علمته يعزف بيانو. في الوقت ده بدأ يلاحظ إن شعره بقى كثيف وجسمه بقى أقوى ونسي العكازين خلاص وبقى بيمشي عادي. في يوم كويني سمحت له وكان وقتها عنده 15 سنة يروح يتمشى للمينا. هناك بالصدفة ركب مركب واشتغل كبحار. القبطان كان اسمه مايك وكان بيحب يشرب كتير ويفتح في الكلام، واعتبر إن بنجامين لطيف. ولما عرف إن بنجامين عمره ما كان مع ست أخده ووداه بيت دعارة. الست اللي قضت وقت معاه كانت مستغربة من قدراته الجسدية جدا. ومن هنا بنجامين فهم إن الفلوس بتفتح أبواب كتير وجرب أول علاقة في حياته. طبعا يا صاحبي الكلام ده غلط وحرام، تمام؟ بعدها قعد وقت طويل يتكلم ويشرب في البار وكتب في دفتره. دي كانت لحظة الرجولة. بنجامين بقى مش قادر يبعد عن ديزي، الإعجاب بيها زاد. وفي يوم أخدها على المركب وطلب من الكابتن مايك ياخدهم في جولة في النهر. رغم إن ده كان ممكن يعرضوا المشاكل، الكابتن وافق وقضوا الصبح سوا في لحظات رومانسية على المية. بنجامين كان حاسس إن جسمه بيتغير، بدأ يشك إنه بيصغر مش بيكبر. وفي يوم خد قرار يبدأ رحلته الخاصة ويمشي في العالم لوحده. وهو بيسيبها ديزي طلبت منه يبعت لها كروت بريد من كل مكان يروحوا وسابوا بعض. ديزي دخلت مدرسة باليه وبدأت تتدرب عشان تبقى راقصة، وبنجامين سافر العالم كله مع الكابتن مايك، وكل شوية كان يبعت لها كارت من بلد جديدة. الكابتن في مرة بص له وقال له انت شغلك بيزيد حلاوة كل يوم. بنجامين ضحك بس جواه كان متأكد ان هو فعلا بيصغر. في رحلة منهم نزلوا في اوتيل اسمه قصر الشتاء، وهناك قابل إليزابيث ست متجوزة في منتصف عمرها، شكلها عادي بس كانت بالنسبة له جميلة جدا. في ليلة وهو نازل من أوضته قابلها في الاستقبال، كانت مش قادرة تنام. قعدوا يشربوا شاي واتكلموا سوا، حكيت له عن بلاد زارتها وكانوا مستمتعين جدا مع بعض. ومن بعدها بقوا يتقابلوا كل ليلة ويتكلموا لحد الصبح. وبنجامين كان بيكتب لديزي وفي الرسالة منهم قال لها أنا قابلت واحدة رائعة ووقعت في حبها. في اللحظة دي ديزي كانت بالنسبة له مجرد صديقة طفولة، لكن إليزابيث بقت الست اللي بيحبها. وكانت قصة حبهم بسيطة وغامضة بناء على طلب إليزابيث. كانوا بيتقابلوا بالليل بس ويفترقوا مع طلوع الفجر. عمرهم ما اعترفوا بحبهم لبعض، بس ده ما منعهمش انهم يكونوا مبسوطين ويعيشوا مشاعرهم جوه الحدود اللي حطوها لنفسهم. لكن في ليله كده الفرحه خلصت فجاه. اليزابيث ما جاتش واختفت من الاوتيل. وفي الوقت ده بنجامين عرف ان الحرب بدات، واليزابيث سابت له ورقه صغيره مكتوب فيها مبسوطه اني عرفتك. ومن وقتها ما شافهاش تاني. والحرب بدأت فعلا والرئيس الأمريكي بعت أسطول على اليابان، والسفينة اللي بنجامين كان عليها اتسحبت للخدمة العسكرية. الطباخ بتاعهم مشي، فبنجامين عرض يشتغل مكانه والكابتن وافق. وصلوا لمنطقة الحرب، وفي الطريق قابلوا مركب تانية كانت اتضربت بتوربيد وجثث البحارة طافية حواليها. كان واضح إن الدور جاي عليهم، فالكل بدأ يجهز نفسه للمعركة. الطرفين بدأوا يضربوا بعض برصاص الرشاشات، والرصاص يخبط في جسم السفينة الحديد. وفي عز الضلمة خبطوا في غواصة العدو وغرقوا هما الاتنين سوا. في اليوم ده مات 1320 واحد من ضمنهم الكابتن مايك. بنجامين طلع عايش وراح لزوجة واحد من البحارة اللي ماتوا واداها الفلوس اللي كان حوشها لعيلته وودع زمايله اللي ماتوا. الحرب علمته إن موت الشباب حاجة مش طبيعية وصعبة جدا. بعد الحرب رجع بنجامين عنده 26 سنة، بس شكله كان كأنه في الأربعينات. مامته كويني ما كانتش شافته من زمان وفرحت بيه جدا، وقررت تجوزه وتشوف له شغل. ما فاتش كتير وديزي كمان رجعت لدار المسنين. اتقابلوا وكانت مقابلة كلها فرحة وضحك. بس بنجامين ما بقاش بيبص لها كصاحبة الطفولة، بقى شايفها ست جميلة. عزمها على عشاء في مطعم مشهور وقعدوا يحكوا لبعض. ديزي قالت له على كل اللي حصل لها بسبب الحرب، وإنها بقت بعيدة عن الرقص اللي بتحبه. بعد المطعم مشوا في الجنينة وديزي بدأت ترقص. كانت منجذبة ليه، بس هو كان رافض يقرب منها أو يحصل بينهم حاجة، واقترح بس يتمشوا أو يسمعوا موسيقى. ردت عليه وقالت له ماشي بس مش النهارده. بنجامين بدأ يستغرب إن جسمه بيصغر مش بيكبر. وفي يوم أبوه ظهر له وحكى له عن مصنع الأزرار بتاعه، وبعد ما جمع شجاعته اعترف له إنه أبوه وناوي يسلم له المصنع لأنه تعبان ومش قادر يكمل. بنجامين سكت ومش عارف يقول إيه، ورجع حكى لمامته كويني اللي حصل، بس هي ما قدرتش تستوعب الخبر واتنرفزت واتلخبطت. بعد شوية راح لأبوه بالليل وقعدوا مع بعض على الرصيف يتفرجوا على شروق الشمس. كانت اللحظة دي وداع ومصالحة في نفس الوقت.
وبعدها بوقت قصير أبوه مات. بنجامين راح نيويورك وراح المسرح اللي ديزي بترقص فيه ومعاه ورد في إيده وراح لها الكواليس. ديزي دعته الحفلة مع أصحابها، بس لما راح اتضايق وقرر يمشي، وده بعد ما شافها بترقص ومبسوطة وعرف إن ليها حبيب تاني. كان فاكر إنها أول ما تشوفه هتجري وتحضنه وتقوله إنها كانت مستنياه، بس ده ما حصلش. هي كانت كملت حياتها. بنجامين وديزي كانوا عايشين في مدن مختلفة، بس عمرهم ما نسوا بعض. وفي يوم ديزي اتعرضت لحادثة واتخبطت بعربية ورجلها اتكسرت في 5 أماكن، والحادثة دي ضيعت مسيرتها في الرقص. بنجامين سافر يشوفها في مستشفى بباريس، لكنهم اتخانقوا تاني وكل واحد مشي في طريقه. وبعد كذا سنة ديزي رجعت لنيو أورليانز واتقابلت مع بنجامين تاني. كان بقى شاب صغير في نفس سنها تقريبا. المرة دي حبوا بعض وبقوا مع بعض على مركب في البحر. بعدها ماما كويني ماتت وبنجامين ودعها، وهو وديزي راحوا عاشوا مع بعض في بيتهم. ديزي بقت مدرسة رقص وكانوا عايشين حياة هادية ومليانة حب. وفي يوم ديزي قالت له إنها حامل، ومع الفرحة بدأ الخوف يزحف لقلبهم. خايفين الجنين يطلع زي أبوه ويورث المرض الغريب بتاعه. وبعد شوية ديزي تولد وتجيب بنوتة حلوة وسليمة يسموها كارولين. هي نفس كارولين اللي بتقرأ دلوقتي مذكرات أبوها لأمها ديزي اللي هي الست العجوزة. بنجامين فهم إنه بيصغر مش بيكبر زي باقي الناس، وعشان كده عرف إنه مش هيعرف يكون أب أو جوز طبيعي، فباع شغله وحاجته اللي وارثها وحط الفلوس كلها في حساب مراته، وبعد كده مشي. بنجامين سافر العالم واشتغل أي شغل يجي قدامه. قابل ناس كتير بس عمره ما نسي يبعت لكارولين كارت في عيد ميلادها كل سنة. ديزي اتجوزت راجل كويس وعاشت معاه حياة حلوة. وفي يوم من الأيام بنجامين رجع يشوفهم وكان شكله شاب عنده حوالي 20 سنة. ساعتها هو وديزي حسوا إنهم خدوا القرار الصح لما بعدوا عن بعض، بس رغم كده لسه في حاجة بينهم، لسه حاسين ببعض. دخلوا أوضة في فندق قضوا الليلة مع بعض، وبعدها كل واحد راح في طريقه تاني. ومرت السنين واتقابلوا من جديد. ديزي كانت ست كبيرة وبنجامين بقى شبه مراهق كان عايش في دار المسنين، وده عشان عقله بدأ يضعف وينسى كل حاجة. ديزي ما قدرتش تسيبه لوحده، خصوصا بعد ما بنتها سابت البيت وجوزها مات. قررت تكرس وقتها ليه وتفضل جنبه. بنجامين بيفضل يصغر ويصغر وكل شوية بينسى أكتر، بقى شبه عيل صغير وفعلا الناس شايفاه كده. وديزي بقت بتراعيه أكنه ابنها بالظبط. وفي يوم فكوا الساعة القديمة اللي كانت في محطة القطر وركبوا مكانها واحدة جديدة. بعدها بنجامين وهو في شكل بيبي مات وهو في حضن ديزي، وقبل ما يموت بلحظة عينيه رجعت فيها لمعة الذكريات، وديزي شافت ده في عينيه اللي كانت مليانة حكمة وحزن في نفس الوقت. كارولين خلصت قراءة المذكرات وخلصت كمان حكاية أمها، وفجأة العاصفة بدأت والبيزمنت اللي كانوا حاطين فيه الساعة القديمة غرق. كارولين خرجت تجري تشوف فيه إيه، وساعتها ديزي خدت أنفاسها الأخيرة وقالت اسم بنجامين. وبس خلص الفيلم على كده. لو وصلت لحد هنا ده معناه إن تلخيصي عجبك، فما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة عشان ده بيفرق معايا جدا إني أستمر. ولو عندك أي تعليق أو نقد على تلخيصي يا ريت تكتبهولي في الكومنتات تحت، وأشوفك الفيديو الجاي مع فيلم جديد، وسلام.